ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جربتوا بقى الكركديه بالسفن او السبرايت؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى كركديه بالسبرايت او السفن. حكايه، عايزه اقول لكم بجد عصير منعش منعش جدا ولذيذ جدا. هيعجبكم والله بجد. انا كان عندي في التلاجة كده، الجو كان حر بقى زي ما انتوا عارفين، فقمت قلت لا لازم اقوم اعمل بقى عصير كده حلو. فلقيت عندي سبرايت كده في التلاجة، اللي موجود عندك السبرايت او السفن المتاح عندك. وجبت كده كمية الكركديه اللي انتوا شايفينها ديت، فروحت بقى حطها كده في الازازة. هنزل كل الكمية الموجودة ديت معايا زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم المشروب ده وهم بجد، يعني لو جربتوه هيعجبكم جدا. جالك بقى ضيوف، جالك اي حد يبقى موجود عندك في التلاجة، هتقومي تعمليه على طول، مش هياخد منك وقت خالص. بجد حلو قوي. هنزل بقى كل الكمية الموجودة ديت معايا، وهبتدي بقى اقلبه كده، يعني هرج الازازة كده وبعد كده هحطه في التلاجة لمدة ساعتين. طبعا انتي بقى لو عملتيه ممكن بتجهزيه عندك في التلاجة، عشان لو جالك يعني اي حد ضيوف، اي حد جالك في اي وقت يبقى جاهز معاكي. انا بقولك بس على الطريقة عشان لو جربتيها هيعجبك جدا. بس كده هقلبه معايا اهو كده، وهحطه بقى ساعتين في التلاجة. هتلاقوا لونه اتغير خالص. هرجع لكم تاني وهوريه لكم. اهو انا بقول لكم كده، انا هسيبه ساعتين وهرجع لكم. بصوا كده بقى، انا جبت معايا هنا جبت تلج. هحط تلج كده مجروش، وهجيب بقى الكاس معايا كده. او الكوبايه كده احط فيها التلج المجروش زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى كده اصفيه، عشان لو في اي حاجه موجوده من الكركديه ما تنزلش معايا في العصير. هصفيه كده زي ما انتم شايفين. شايفين لونه بقى عامل ازاي لما اتحط ساعتين؟ بصوا لونه جميل جدا. عايزه اقول لكم العصير والله بجد منعش منعش جدا كده، يعني انتوا لو جربتوه هيعجبكم جدا في الجو اللي احنا فيه ده وفي الحر اللي احنا فيه ده. وفكرته حلوه جدا وبسيطه وسهل جدا. هبتدي بقى افضيه. تقدمي بقى كده زي ما انتي شايفاه كده، وتحطي الشاليمو بقى بتاعك. حاجه كده جميله جدا وشكله تحفه. خلاص كده انا صفيته. بصوا بقى هبتدي انزله. بصوا شايفين اللون، شايفين الجمال، حلو جدا. والطعم عايزه اقول لكم طعمه خطير، طعمه حلو جدا. يا ريت تجربوه ان شاء الله، والله هيعجبكم. بجد المشروب ده زي ما قلت لكم وهم حلو قوي. لو جربتوه هيعجبكم جدا. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم واكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش بقى لايك كده واشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب كده العصير ده يكون عجبكم بجد، وطعمه كمان هيعجبكم اكتر لو جربتوه. هتوحشوني لحد الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه، اشوف وشكم بخير. احلى مشروب بجد كركديه بالسفن او السبرايت، هيعجبكم جدا. جربوه على ضمانتي. مع السلامه.